لا تنسوا قبل بداية الفيديو الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. هل سوف يحدث زلزالا في الأسبوع القادم؟ سنتعرف في هذا الفيديو. كشف عالم جيولوجي عراقي أن التنبؤ بالزلزال مستحيل، لكن من الممكن توقعه وفقا للإبحاثات الفلكية، محذرا من زلزال قد نشهده الأسبوع المقبل بسبب تدخل القمر بين كوكب الأرض والشمس. حيث أوضح الباحث الجيولوجي بجامعة بغداد صالح عوض أن كوكب الأرض يخضع إلى قوة جذب من باقي الكواكب التي تتفاعل مع بعضها لتؤثر في الزلزال عن طريق ضغوط الجاذبية. العالم العراقي أكد أن الزلزال يحدث بسبب قوة خارجية من الكواكب، وأشار العالم أنه أعد دراسة عن أسباب الزلزال نشرها في عام 2021 ولم يلتفت لها أحد، تتوافق مع ما ذكره العالم الهولندي الذي تنبأ بحدوث الزلزال المدمر في تركيا وسوريا قبل 3 أيام من وقوعه. وقال العالم الجيولوجي عوض أن القمر سيدخل بين كوكب الأرض والشمس خلال الفترة من 20 حتى 27 فبراير القادم شباط الجاري، ويتزامن ذلك مع اقتراب المريخ من الأرض، وأوضح بضرورة توخي الحذر لاحتمالية حدوث الزلزال. وفي مؤتمر له، حيث أكد العالم العراقي أنه لا يريد نشر الرعب، لكنه يتوقع حدوث جهد أرضي كبير في الفترة التي ذكرها، خاصة خلال يومي 27 و 28 فبراير، وهو ما يستوجب توخي الحذر. واختتم عوض نظريته قائلا: أنا لا أؤكد أن هذه الفترة ستشهد حدوث زلازل، ولكنها مجرد احتمالية ويجب توخي الحذر.